عملت كب كيك حلو قوي، خفيف وهش وجميل ومش مكلف، اقتصادي خالص وطعمه حلو قوي يا حبيب قلبي، وشبه التوينكس كده بالظبط، نفس الهشاشه كده والطعم، وان شاء الله باذن الله افرس واطعم كمان. وزي ما انتم شايفين كده، عايزه اوريكم الجمال. شايفين بقى الجمال، انا حاطه بقى نوتيلا من جوه، وشايفين هش وجميل قد ايه. شايفين كده يا حبيب قلبي، زوقته بقى بحاجات بسيطه خالص كانت في البيت، صوصات وكده، وما خدش اي وقت خالص. وتيجوا بقى مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. وكمان احنا عاملينه اساسا علشان خاطر المدارس، فدوت هيبقى حلو قوي ان شاء الله باذن الله في اللانش بوكس الصبح كده لاولادنا يا حبيب قلبي، حاجه مضمونه في البيت. تعالوا بقى مع بعض نشوف عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني خالص، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه قوي مع بعض، هنعمل كب كيك حلو قوي وينفع كمان للمدارس يا حبايب قلبي، وممكن بقى نديه لاولادنا الصبح في اللانش بوكس كده. طريقته حلوه وبسيطه واقتصاديه، وان شاء الله باذن الله هينجح معاكي من اول مره، وحلو قوي وبيبقى طعمه دايب كده. والسر بتاعنا بقى هو في الميه اللي تبقى سخنه، مش يعني اعلى من السخنه شويه، بتغلي. احنا اول ما نفضيها في الكوبايات يعني واحنا بنجهز حاجاتنا تكون الميه بتغلي. معايا كده المقادير بسيطه ان شاء الله باذن الله، وربنا يجعل بيوت امه محمد اجمعين عمرنا بالخير يا حبيب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم. معايا كده كوبايتين سكر، ومعايا 4 حبات بيض، انا عامله كميه كبيره شويه. لو انت هتعملي نص المقدار، اعملي نص كل حاجه انا بقولها، يعني تبقى كوبايه سكر، حبايتين بيض، واهم حاجه بقى البيض يبقى بحراره الغرفه. معايا 4 حبات بيض، ومعايا كوبايه ونص ميه، والميه بتاعتي بتكون بتغلي، ومعايا كوبايتين ونص دقيق، ومعايا معلقه بيكنج باودر كبيره، وكوبايه زبده، والزبده تكون بحراره الغرفه يعني تكون دايبه كده، ومعايا 6 معالق كاكاو خام، ومعلقه فانيليا كبيره، بس مش اكتر من كده. اول حاجه هنعملها، هنجيب بقى كده الميه السخنه، وطبعا شايفين كده هي بتدخل، هنفضيها بقى كده. وده سر الكب كيك بتاعنا، هيبقى هش وجميل وطعمه حلو قوي بسبب الميه السخنه دي. دي نص المج، نص كوبايه تانية، ومعانا بقى 6 كوبايات، 6 معالق كاكاو خام. هنقلب بقى كده. انتوا طبعا حبايب قلبي اللي متابعيني عارفين غلطاتي، فاحنا بنفوت بقى لبعض. هندوب بقى كده اهم حاجه، وده السر بقى بتاع الكب كيك يا حبيب قلبي، وهيبقى هش وجميل قوي بسبب الخطوه اللي احنا اخدناها دي، ودي اول حاجه بنعملها. دوبنا بقى كده كويس خالص، هنركنه بقى كده على جنب. خطوه معانا بقى كده يا حبيب قلبي، اول خطوه بقى كانت الكاكاو والميه اللي بتغلي. تاني خطوه بقى معانا كده كوبايتين السكر، ولو انت عايزه تعملي يا حبيب قلبي مقدار صغير يبقى هتعملي نص الحاجات اللي انا بقول عليها دي، يعني هتبقى كوبايه حبايتين بيض كده. وهناخد بقى طبعا معايا كوبايه زبده مذابه، يعني بصوا دي زبده بلدي، انا خرجتها قبلها بساعه كده وسبتها بقى على جنب، فطبعا خدت حراره المطبخ كده. طبعا ما عنديش زبده مفيش اي مشاكل خالص، ممكن نحط الكوبايه دي زيت، بس الزبده بتفرق بقى، بتدينا طراوه كده وطعم حلو، وممكن كمان سمنه. هندوب بقى كده الزبده بالسكر خالص لما يعمل فوم عالي كده ويدينا يعني هشاشه كده. طبعا نستمر بقى كده في التقليب، نفضل بقى كده نستمر كده في التقليب، نفضل نستمر مش مشكله. المهم ان انا عايزه اوصل للقوام دوت. وانا ممكن اعملها بالمضرب الكهرباء عادي خالص يا حبيب قلبي، بس انا بسهل على حبايب قلبي اللي ما عندهمش مضرب كهرباء، او يعني مش عايزين نخرج من المطبخ، نستسهل يعني، فده اسهل كتير. نضرب بقى كده لما نوصل للقوام الكريمي الحلو ده. شايفين حتى لو احنا حاسين ان السكر لسه مكتل، طبعا الكاكاو عشان سخن هينزل دلوقتي هيدوب كل حاجه. هننزل بقى كده حبه بيض واحده بس، ونضرب حلو قوي لما تدوب خالص. ننزل التانية، نفضل بقى كده ننزل واحده، واول ما تدوب معانا ننزل التانية. يا حبايب قلبي كده حلو قوي تمام. هننزل كده بواحده، واخر واحده بقى، وندمج بقى حلو خالص لما البيض يختفي خالص، يعني ما يبقاش باين اثره. بعد كده نشوف هنعمل ايه كده يا حبيب قلبي.
لغايه لما ايه يعني البيض اختفى خالص. شايفين بقى القوام بتاعنا كريمي وحلو خالص. هننزل بقى كده بالفانيليا، معلقه فانيليا سايله او فانيليا عادي اللي هي الحبيبات دي، اي حاجه مش مشكله يعني الموجود. نقلب بقى حلو كده. وهننزل دلوقتي بقى بالدقيق، والدقيق اهم حاجه يكون منخول، ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. هننزل بيه كله كده. معلقه بيكنج باودر كبيره، يعني لو انا هعمل نص الكميه هتبقى نص معلقه او معلقه صغيره، دي معلقه كبيره. هنقلب بقى كده. طبعا احنا هنقلب دلوقتي هنحس ايه ان القوام تقيل معانا، احنا لسه ما نزلناش طبعا باهم حاجه هو الكاكاو والميه. هندوب بقى الدقيق خالص وبعد كده ننزل باخر حاجه. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده دوبنا الدقيق خالص ملوش اي اثر. فكده بقى ايه طبعا القوام تقيل خالص، احنا لسه بقى ما حطيناش اهم حاجه. نسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونسلم على الريحه. ريحه الكاكاو حلوه قوي، واهم حاجه بقى ان احنا نكون جايبين كاكاو مضمون ودوت كاكاو خام. ننزل بقى كده كل حاجه، ندوب بقى بالراحه خالص، ندمج بقى كل حاجه. ده القوام يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، يعني مش تقيل ومش خفيف، بالشكل ده مظبوط كده ان شاء الله باذن الله هيبقى حلو قوي. شايفين كده تمام. انا معايا بقى كده صاج من بتاع الفرن زي ما انتم شايفين كده، ومعايا بقى الاطباق اللي هي الورق دي بتاعت الكب كيك، حلوه قوي شكلها جميل، ويعني لو عملناها بقى كده للمدارس هتبقى حلوه قوي. هناخد بقى كده كيس حلواني واملاه، وانزل بقى كده حبايب قلبي، وهنحط بقى كده في كيس الحلواني بالشكل دوت، علشان لما نيجي نصب كده ما نبهدلش الدنيا ونبهدل كمان الصاج. طريقه سهله وبتوفر علينا كتير بالشكل دوت. هاخد كمان واحده، نقص بقى كده في الاطباق يا حبيب قلبي. وانا مش هامله الطبق قوي، يعني انا هخلي نص الطبق بس عشان طبعا لسه ايه في الفرن. شايفين بقى ما بهدلناش حاجه والاطباق بتاعتنا حلوه قوي. نرفع بقى الكيس كده وننزل تاني كده، طريقه حلوه خالص. ممكن نعمله بقى من بالليل وايه ندي لولادنا الصبح، افضل كتير من النايتي والحاجات اللي بتبقى بره، وفي نفس الوقت اضمن واحسن في البيت، ولا مواد حافظه ولا حاجه. ناخد بقى الكيس كده في طبق واملاه تاني واخلص بقى الكميه وارجع بقى الكميه كلها يا حبايب قلبي. وبسم الله ما شاء الله عملت كميه حلوه قوي. طبعا بقى انا مش عارفه اعدها حلوين يعني. وزي ما انتم شايفين كده استنوا كده اديت 5 في 3 15، ودول بقى 5 يعني كام 20 طبق. في طبق يعني كبير. معايا بقى شوكولاته شيبسي من دي. هننزل بقى كده، وطبعا الذوق ده اختياري يعني انتوا حابين. انا بعمل حاجات عشان خاطر ايه المدارس بقى، وحاجات في البيت كده مضمونه ونوفر المصروف، يعني عشان ايه حاجات غاليه قوي بره، فلما نعمل لهم حاجات في البيت وافكار حلوه كده نوفر معانا ايه المصروف شويه. ننزل بقى كده شايفين. وهعمل بقى فكره حلوه تانية خالص في الاطباق اللي هي ايه دي كده يا حبايب قلبي، حلوين خالص كده تمام. شايفين الجمال، حاجه حلوه خالص. هنيجي بقى هنا كده ومعايا معلقه نوتيلا او اي شوكولاته انتي بتحبيها وتفضليها، طبعا هي سايحه. هنزل بقى هنا كده في نص الايه الطبق، هي تنزل مع نفسها. معلقه بالشكل دوت اهو، هتبقى حلوه خالص. هتعجبكم برضو الفكره دي ان شاء الله باذن الله، تجربوها وتعجبكم حبايب قلبي كده. الشكل دوت طبعا ايه نزلت كذا فيديو انا بايديا بالشكل ده، محدش قال لي الف سلامه ولا اي حاجه، دي اصابه عمل والله العظيم. حرق كده من الفرن، وكمان زيزو كان الباب هيتقفل عليه فايدي دخلت في الاكره
فاتبهدلت بالشكل دوت، بقت فيه اصابتين مش اصابه واحده. هننزل بقى في الطبق الكبير بمعلقه، عايز 4 معالق، هننزل بمعلقه كبيره شويه وخلاص في النص كده كده تمام. طبعا لو في اي شوكولاته تانية عندك ممكن شوكولاته خام تقطعيه حتت صغننه كده وتنزلي عادي خالص، مفيش اي مشاكل حبيب قلبي. هندخله بقى كده رف اوسط على 160، وان شاء الله باذن الله يعني نص ساعه بالظبط كده واوريه لكم ونشوف النتيجه ان شاء الله. باذن الله النتيجه هتكون مرضيه. بس زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي بقى خرجنا الكافيه، اخد معايا تلت ساعه كده يعني. بنطفي النار ونسيبه شويه، شكله حلو قوي وريحته جميله. بس مش عارفه الشوكولاته شيبس راحت فين، اختفت كده تقريبا، دخلت جوه بقى مش عارفه. وزي ما انتم شايفين كده ريحته حلوه قوي، ريحته ماليه البيت، طعمه حلو وبيبقى خفيف وهش وجميل خالص. طبعا هو سخن، بس انا هاخد طبق من دوت كده، عايزه اوريكم الشكل دوت. هرفعها بقى كده يا حبيب قلبي وهي سخنه قوي، وننزل بقى كده الشكل دوت. شايفين بقى حلو خالص. عايزه اوريكم كمان بقى ايه قد ايه هو خفيف وحلو خالص. شايفين بقى طبعا ايه النوتيلا دايبه في النص، جاتوه خفيف خالص وجميل قوي. شايفين معانا بقى كده صوصات حلوه قوي، معايا كده صوص شوكولاته. طبعا هنزوق بقى كده. وكمان عايزه اوريكم، شايفين بقى الاطباق بقى الورق دي حبيب قلبي، شايفين الجمال، شبه المنتي اللي بيجي من بره بقى وحلو قوي. عايزه اوريكم كمان، الله بصوا الشوكولاته بقى من جوه، الشوكولاته اللي احنا حطيناها خفيف وجميل قوي. شايفين حلو قوي. اتمنى تجربوه ان شاء الله باذن الله. طريقه سهله يا حبيب قلبي، وبسم الله ما شاء الله يعني عمل كميه حلوه قوي، يعني حلو قوي للمدارس بقى. ممكن نجهزه من بالليل لللانش بوكس بقى. وطبعا بنفكر كده في حاجات كتير تكون سهله وبسيطه وتوفر علينا كتير في البيت يا حبيب قلبي، وتكون حاجه مضمونه علشان خاطر نحافظ على صحه ولادنا، ودايما ان شاء الله باذن الله نكبر مع بعض. ودايما يا حبايب قلبي ان شاء الله نكبر مع بعض، ما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الحلوه، ودايما منورين حياتي. وكل اللي بتمناه من ربنا هو محبتكم ليا، وان انا اكون ضيفه خفيفه، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. اشوفكم على خير في فيديو جديد. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك. باي.